السلام عليكم. بتواصل الحديث مع حضراتكم، والنهارده بقول لحضرتك لو عندك بلكونة حاول تستغلها. الاستغلال بيجي بان انت ممكن تصنع بطارية او بوكس زي دهوت. انا كنت مصنع البوكس دهوت او البطارية دهوت من زمان. جبت حديد اللي هو حديد التسليح اللي احنا بنبني بيه الاسقف بتاعتنا، وهوت جبته كان رخيص خالص يعني من الخردة، وعملت هوت بتقيس حضرتك البطارية البلكونة بتاعت حضرتك. شوف مثلا عايز تعمل في نصها في ربعها في البلكونة كلها، وبتبدأ تاخد العرض بتاع المكان اللي انت حابب تنفذ فيه البطارية دهيت في البلكونة، العرض والطول بتاعه، وبتبدأ تعمل بطارية او بنقول عليه بوكس. ممكن تربي فيه سمان. طبعا السمان عارفين ان في المتر المكعب او المتر المربع في البطارية ممكن ياخد لغاية 90 و80 طائر، لغاية مثلا 45 و50 يوم. لو انا هذبحه لو هيبيض هنقلل يبقوا ال100 ده هم 50. في الفراخ البيضة ممكن نربي في المتر المربع 15 طائر مش 10 فرخ تسمين. ممكن نربي في المتر المربع دهوت 3 أجواز حمام. ممكن نربي في المتر المربع دهوت رميتين. ممكن نربي في المتر المربع دهوت 5 بطات. ممكن نربي في المتر المربع دهوت مع الفصل ما بينهم أرنبتين. ممكن نربي في المتر المربع دهوت يعني او نزرع فيه عش الغراب. فلابد ان احنا نستغل البلكونة بتاعتنا دهيت. البطارية دهيت مش هتتكلف كتير، هنجيب في حدود يعني 10 كيلو حديد، والسلك دهوت سلك الشبابيك. ممكن البطارية مثلا تقف علينا في حدود 100 جنيه. وهنجيب اي شكارة بلاستيك ونعمل لها ميل من تحت كده، بدل ما هو بينزل على الارض اهوت هنعمل لها ميل من تحت في يصب على جردل علشان المخلفات دهيت. مش هنوسخ البلكونة، مش هنعمل اي حاجة خالص. طبعا المشاريع اللي بذكرها لحضراتكم دهوت هتبقى مشاريع فيها شيء من الهواية، فيها شيء من النفع، ان انا هيبقى عندي مصدر غذاء. فلابد ان احنا لو عندنا بلكونة نستفيد بحتى بنصها او متر واحد منها، المتر الاخير في اي مشروع من المشاريع دهيت. على الاقل بدل ما نرمي بقايا الاكل والفواكه والخضروات بتاعتنا، لا هنحطها للطيور بتاعتنا دهيت. بدل ما نلوث الشوارع بيها، لا هنضيفها للطيور بتاعتنا. ويعني هري العيش، بقايا الرز، بقايا الخضار، بقايا الاكل بتاعتنا، بدل ما نرميها في حتة بوكس او بطارية صغير كده هوت، علشان نستفاد بالمكان وبالمخلفات دهيت. وطبعا يعني سقاية ب10 جنيه 4 لتر، وبرام او علافة برضو ب10 جنيه. يعني ممكن الموضوع كله ما يعني تكلفته تخش لها مثلا في 200 جنيه 250 بطارية كاملة. وعلى فكرة يا جماعة مش هحتاج بقى اقفل والكلام دوت، لا هجيب اهو بسوى سور البلكونة، هجيب مثلا حتة خشبة اهوت، ده غطا اهوت حتة خشبة كبيرة اهي، هغطي بيها منها من الشتاء والمطر، ومنها كتاكيت اهيت، ومنها تبقى فوقيهم بمستوى سور البلكونة وهوت. وبدل ما اكتم عليهم البلكونة، لا البوكس اهوت مفرغ بسلك. عايز مثلا افتح جانب اسد جانب، اعرف اتحكم بدل ما اعملها بخشب واقفلها بتقفيله صعبة جدا. لان في مشاكل تربية في البلكونة، ان التربية في البلكونة الناس بتقفل تقفيل يا جماعة، انا بشوف مناظر صعبة جدا، مفيش نفس خالص للطيور، فبالتالي الطيور تصاب بالبرد وبالامراض. فان شاء الله يعني الفكرة دهيت فكرة جميلة جدا، لابد ننفذها بالطريقة اللي بقول لحضراتكم عليها دهيت. وشكرا لحضراتكم.